لاحمد رمضان من مكان كويس. هنشوف الخمس دقايق الاخيره الاهلي ممكن يسجل جول ثالث ولا حرس الحدود يقرب، ونشوف 5 دقايق كرة مثيرة. هنشوف كده لعب الكرة تاني عند شوط اكرام سهل ياخدها، بيعطلوا قدام رمضان لغايه ما زمايله يرجعوا ورا، وكمان هو يعمل السبرنت طول الملعب يروح لوضعيته الدفاعيه. اكرام اللي طلع كوره جيده في الهجمه الوحيده الخطيره اللي عملوها في الشوط الثاني. انتظرونا بعد اللقاء استاد النيل. اهم النقاط الفنيه مع الاعلام الكبير كابتن احمد شوبير وفريق التحليل نجوم الكره المصريه كابتن ايمن يونس، كابتن خالد بيبو، كابتن اسلام الشاطر. في لقاء هيبقى فيه تحفظات برضه رغم السيطره في النهايه الهجوميه في اوقات كتير. لو حسبنا السيطره ومعاها الهجمات قد ايه، الاهلي باقل عدد من الهجمات بيسجل هدفين وكورتين في القايم في الشوط الاول وكره في العارضه في الشوط الثاني. احمد حجاز، صالح جمعه، ناهدين كويسين يروح بيهم لعبد الله السعيد ناحيه يمين فتح تماما، انما يا ولد يا لعيب عملها احلى ما احنا كنا بنقول لعمرو جمال جوه ال 18 وادى ايه هنشوف. مدي ركله جزاء، ادى ركله جزاء ولا هدي انذار لعمرو جمال؟ لا ده انذار، مدي انذار وهو رايح كده. قلنا بيشاور على نقطه الجزاء انما ده بيشاور على عمرو جمال. يبقى عمرو جمال اللي ادعى الوقوع في اللعبه اللي فاتت وقريب الحنفي اهي اللعبه قرار سليم 100% من محمد الحنفي بين اللعبه وبين الحكايه وانذار مع فرق الاصرار والترصد.